أقيمت ندوة تحت عنوان التغذية المدرسية. ناقشت الندوة خطوات التغذية الصحيحة لطلبة المدارس وتأثير التغذية على سلوك الأطفال. عايزين نستغل المدرسة كوسيلة لرفع الصحة العامة بشكل عام، لرفع المناعة، لتزويد الطلبة والطالبات بعادات غذائية جديدة ينقلوها من المدرسة إلى المجتمع والأسرة، وبالتالي نقلها إلى خارج المدرسة، وبالتالي الوقاية من الأمراض المزمنة. ليه؟ لأن احنا اكتشفنا أن الأمراض المزمنة اللي تصيب الإنسان حاليا في القرن العشرين وال21 أغلبها نتج من عادات غذائية خاطئة نشأت في مرحلة الطفولة. يبقى الحل مش هروح بقى عند الناس الكبار واقول لهم غيروا حياتكم، ولكن هلجأ للصغار وهبتدي اعلمهم. عايزين ندخل عادات غذائيه جديده في المشروبات داخل المدرسه. ليه ما نشربش لبن؟ محتاجين اللبن، لان اطفال كثيره دلوقتي مراهقين ومراهقات عندهم هشاشه. يبقى هندخل لبن وهنشجع دخول الالبان في مدارسنا، سواء هي كانت موجوده في كانتين المدرسه او المقصف، او احنا نديه لاولادنا وهم رايحين المدرسه. برضو عايزين مشروبات طبيعيه. ليه ما نشربش ليمون فتره الشتاء؟ الليمون موجود عندنا وسعره رخيص، ممكن يبقى المشروب الليمون اللي هناخده في المدرسه هيبقى ارخص كثير من المشروبات المتداوله حاليا في الاسواق. برضو ليه ما ندخلش السلطه والخضار؟ اغلب الكانتينات في المدرسه في دول العالم كلها المتقدمه بيبقى عندهم جزر، عندهم خس، عندهم خيار، عندهم طماطم. الحاجات دي كلها لازم ان احنا نراعيها، لان احنا وجدنا فعلا هذه الاغذيه رخيصه الثمن وبتفيد في التدخل، انها بتقلل من الامراض، وبتقلل كمان من فتره الغياب في المدرسه، وبتقلل من العدوانيه، وكمان بتقلل من التاخير في المدرسه، وكمان بتزود الاستجابه للمدرسين والمدرسات والحفاظ على التعليمات المدرسيه.